حاجة مهمة عايزة أقولها لكم، وهي في عبادات الأذكياء أو في العبادات السهلة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا، زي الذكر الفلاني. مثلا لما نقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، فربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. لما تقول مثلا الذكر الفلاني زي اللي ذكرناه في الفيديو اللي فات، سبحان الله العظيم وبحمده، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فكلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن، زي ما ذكرنا. كل العبادات السهله دي اللي ربنا سبحانه وتعالى يسرها علينا، سواء كانت ذكر او قران كريم او احاديث يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الا انك لازم او انكم لازم تاخدوا بالكم من نقطه مهمه جدا، وهي انه الكبائر تحتاج الى توبه. يعني ما ينفعش يكون عندي كبائر زي الزنا، زي القتل، زي الشرك بالله، زي اكل المظالم، زي الكذب وكل ده، والاخر اقول انا هقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وخلاص بقى على كده وربنا سبحانه وتعالى هيغفر لي. لا، الكبائر تحتاج الى توبه، والتوبه وشروط التوبه 4 حاجات، وهي اول حاجه ان قلبي يبقى ندمان ومعصور. تاني حاجه رد المظالم الى اهلها او الاقلاع عن الذنب الاول. تالت حاجه رد المظالم الى اهلها، واخيرا والعزم على عدم العودة، ان يكون عندي عزم في قلبي وارادتي يا رب انا مش هعمل كده تاني. فخلي بالكم، عبادة الاذكياء دي مش معناها ان احنا نترك عبادة الاذكياء لعلها انها تكون سبب، او الاذكار اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها لنا الخفيفة دي عشان خاطر ناخد بيها اجور وحسنات كتير وغفران الذنوب، مش معناها ان انا اتركها. لا، ما تتركهاش ولا اي حاجة، ما تسيبوهاش، اعملوها لعلها تكون سبب في توبتك من الكبائر، وان انت ربنا سبحانه وتعالى يحرك قلبك. لكن ما تعتمدش عليها في ان انت كده خلاص ضمنت ان ربنا سبحانه وتعالى غفر لك الكبائر، لان زي ما قلت تحتاج الى توبة. 4 خطوات: الاقلاع عن الذنب، الندم، العزم على عدم العودة، ورد المظالم الى اهلها. واعمل كل العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى يسرها علينا، وافضل كل لما تذنب استغفر، ان الله جل جلاله لا يمل حتى تملوا.